الأمة الإسلامية إن شاء الله. أحييكم ومعكم معلق الرياضي محمود بكر، حيث لقاء السوبر بين النادي الأهلي بطل أبطال الدوري للأندية الإفريقية مع نادي كايزر تشيفز من جنوب أفريقيا بطل أبطال الكؤوس. المباراة بدأت قدام حضراتكم بقالها ثواني، وطبعا حضراتكم متعطشين لجلبرتو يا دوبك كان هيسندها كده زي ما حضراتكم شفتم وتخش، انما يخش انطراف ويطلعها بره. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، او ضربه ركنيه للنادي الاهلي تتلعب حلو قوي من خالد بيبو على اول قايم، انما ياخدها جلبرتو ويديها لبيبو يلعبها فيها فكره حلوه، عاوز يلعبها ببطن رجله. او جوزيه رقم 8 وتتخطف وهجمه وخطر وجول. خالد بيبو تجيله كوره اماميه يخطفها، وعشان يعني بتفكرنا بكره سان داونز، خطفها وداس عليها، واللي حصلني كسرني بلغه خالد بيبو. احسن لاعب في مصر بيدوس على الكوره في ال 30 ياردة الاخيره. السنتر هاب بتاعهم اللي ماركو بيرجعها، قام دخل بيبو ومع سيريل شاطها وخطفها من سيريل ودخل وببطن رجله مش يعديها ما بين رجلين بريان بالوي. اهو محاوله من بيبو حلوه قوي، دخل على الراجل نمره 4 سيريل شاطها فيه زي ما حضراتكم شايفين، كمل وحصله اهو وعلى طول يحطها بهدف. ماتش يريح تماما. وائل جمعه بيقول له انا فاضي اهو، وتتلعب حلوه بالبوكس، يطلع حارس المرمى يسقطها كده بريان، انما بذكاء يشخط فيهم من بدايه كده واحنا في الدقيقه 19 والنادي الاهلي متقدم بهدف لا شيء احرزه خالد بيبو في الدقيقه 7. ضربه ركنيه وهدف. لسه بقول لحضراتكم بيجوا من الخلف للامام وما كانش مراقب اللاعب. هنشوف رقم كام وبيعملوا كده حكايه كده. رقم 9 شون، ودخل في نص دفاع النادي الاهلي رقم 4 سيريل. هنشوفها مره ثانيه، مش مراقب خالص، اتلعبت الكوره وادي داخل اهو الراجل من الخلف للامام، والسنتر هاف بيعوض الغلطه اللي غلطها وخطف منه خالد بيبو الكوره. ادي بتتعاد مره ثانيه اهو سيريل رقم 4، شوف جاي من الخلف للامام ومفيش وغير مراقب، ويحط الهدف التعادل في الدقيقه 20. جابوا بولي من يلعبها لفردريك لجابو وماشي وعاوز يشوط ومحدش بيقابله وشاط ويمسكها على طول عصام الحضري. جilberto خالد بيبو يخطف خالد ويرجع بالكوره، ماشي خالد بيبو الناحيه الثانيه حلوه قوي قوي مش اوف سايد، وحسام وهدف جميل من صنع خالد بيبو، وفيها فكره جميله من خالد بيبو، ومن الناحيه اليمين برضه وحسام غالي يحط هدف جميل هنقول جميل للصبح. هدف جميل خالد بيبو. بقول لحضراتكم الرجل التاريخي ياخد الكوره شوف ويلعب كوره حلوه قوي للمتابع، ويحطها حسام غالي بدماغه زي ما حضراتكم شايفين، وعشان يحمر الملعب في الدقيقه 30 في بعد نص ساعه. حسام غالي في الدقيقه 30 من الشوط الاول الهدف الثاني الجميل، هدفين مقابل هدف كايزر تشيفز. انما على طول في الدايره تتلعب الكره اماميه لخالد بيبو. هنا بقى ممكن خالد بيبو يضحك عليه، وضحك فعلا عليه وضحك عليه مش ممكن، لسه برضو فيها خطوره عبد الحفيظ، انما ما فيش متابع. بقول لحضراتكم خط ظهرهم وحش قوي، وحسام غالي دخل بالجامد جوه، لان حسام غالي لو شفنا الكره دي تاني بيبو بيضحك عليه، انما شوف حضراتكم هداه وهوب راح واخده على طول اهو. ما فيش هتحصله فين. هنا بقى ذكاء الراجل اللي بره حسام. هنا كان بقى هنا الذكاء والانطلاق واقول للصبح. انما خالد بيبو عمال اشوف ازاي هنا احسن لعيب في مصر بينطلق في ال10 ياردات الاخيره دي ويسيطر على الكوره مظبوط وسريع. زمان مستر جوزيه بيقول ايه الحكايه. ضربه ركنيه للنادي الاهلي تترفع عاليه وحلوه ويطلع بالبوكس نفس الغلطه الاولانيه، وتتلعب مره ثانيه ويلا وائل، واتزحلقت من على دماغ وائل جمعه عبد النصحي الله يرحمه، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي والحيطه وخالد بيبو، والكل بيبص دلوقتي لخالد بيبو وداخل وبطن رجله
ويطير عليها بريان بالوي ويطلعها ضربه ركنيه. النبادي غيرها في الناحيه اليمين، انما هو كان بيلطحها كده في المقص الشمال، انما بريان اول مره يختبر اختبار جدي فعلا، لانها في منتهى الصعوبه كوره هي بتتعدى قدام حضراتكم في منتهى الصعوبه، انما بريان بالوي يحط ايده ويطلعها ضربه ركنيه. ضربه ركنيه بتتعدى المره الثالثه اهو، بتتلعب ضربه ركنيه للنادي الاهلي وعاليه ومحمد سيد. يلا حظ وحش جدا جدا للنادي الاهلي، انما في رايه وفي صفاره. حظ وحش لاحمد السيد، احمد السيد القايم يشيل هدف اكيد للنادي الاهلي. طلع اهو، شوف حضراتكم لعبها احمد السيد وتخبط في القايم. طب المفروض تخش جوه، والكره دي هيجي طبعا جماهير النادي الاهلي اللي في الاستاد هنا وليهم حق، لان دي هتصحصح كتير. بقول لحضراتكم لو عملوها كتير والله. كان زمان النادي الاهلي في رفعت فناجيلي، رفعت فناجيلي من نص الملعب وهو واقف كده كان بتمريره طويله يوصل اي حد للجول. ادي كره تتلعب لخالد بيبو وحلوه وهو مغمض لسيد، وسيد وضربه مرمى لكايزر تشيفز. رايق النهارده وفايق جدا جدا خالد بيبو، لعب الكرة وهي جايه له عارف هتروح فين، ودي موهبه برضه. اوبا شفت، وخطفها رضا، وخطفها رضا وما بيبصش مين معاه، ما بيبصش مين معاه، وشاط ويطلعها بريان بالوي. لو بص بطرف عينه اهو اتنين، ابراهيم سعيد بيقول له انا اهو، ويعني عاوزه نوع من التعاون، ولكن نص الملعب بتاعهم ما بقاش بتاعهم في الشوط الثاني. ولكن النادي الاهلي ما هوش مركز، لا ابراهيم ولا عادل ولا حسام، ما فيش ترغيز في نص الملعب، وما بنحسش بالخطوره الا لما الكره بتيجي في رجل خالد بيبو بس، سواء بالتمرير. اوبا جول يا سلام، عصام الحضري ضحك على العالم كلها. ضربة حرة مباشرة وبريان بالوي طالع بره منطقة 18 زي ما انتم شايفين، وعصام الحضري بيحط حتة كورة من قدام منطقة 18 بحوالي 10 ياردات، وبريان بالوي ما كانش مصدق او ما شافهاش تسقط وتخبط في العارضة زي ما حضراتكم شايفين. عشان واحد يقول لي هو الجون يقدر يجيب جون، هنقول له اهو شايف الكورة الجميلة كورة يعني هتتحط في بتاع شينز دي اللي بيقولوا عليها. انما 3-1 في الدقيقة 20 يحط عصام الحضري حارس المرمى كورة جميلة جدا جدا عشان يريح الجماهير ويريح السادة المشاهدين، وكورة مباغتة فيها ذكاء جميل. وادي اهو، قوم يا راجل مستر جوزيه طبعا تعدل يأتك وتاخد نفس كبير قوي وتقعد بقى. ومين اللي قعدك القعده الحلوه دي؟ انت والكابتن طارق والاهلي كله. عصام الحضري اصبح الراجل لرضا شحاته على طول اهو بالمره، دوس بقى يا راجل. وانما خدها رضا وممكن يلعبها بكعبه حلوه قوي. وفين اللي هيستنى كوره ابراهيم يا راجل بالباقي؟ فين هنا على طول يا سيد؟ جول. شفتوا اللعب السريع من الصبح من اول ما لعبنا واحنا بنقول اي كوره سريعه واي تمرير سريع الفرقه دي هتقف زي ما هي واقفه كده، والنادي الاهلي يحط الهدف الرابع الجميل جدا جدا في الدقيقه 24 من سيد عبد الحفيظ اللي ما كانش عاجبه انه يلعب في الحته دي، تمرس كده خلاص في الباك اليمين في الدقيقه 24 من الشوط الثاني، يحط هدف جميل من صنع مين؟ من صنع رضا شحاته وصنع ابراهيم سعيد وتنفيذ سيد عبد الحفيظ. 4-1 وفي الدقيقه 24. وبقول لحضراتكم الصبح الرباعي خط الظهر بتاعهم ده على قد ايدينا، انما الاهلي ما استغلوش مظبوط، انما هو بدا يستغله مظبوط. 4-1. ممكن النادي الاهلي النهارده يعمل يعني نسبه اهداف كبيره جدا جدا عشان خاطر ان دي مباراه تاريخيه وتتحسب له وتتحسب للاعيبته. 4 الاهلي 1 كايزر تشيفز. ادي ارثر وعكسيه على طول من النادي الاهلي، وفي برضه عصبيه هجوميه من كايزر تشيفز، وطلع متاخر وغلط عصام، وفي تصميم انما تروح له لعصام الحضري. هنا بقى هدف جميل برضه في الدقيقه 24. تتلعب الكوره ولا زال كايزر تشيفز بيحاول انه يحسن النتيجه. ادي مستر الدكتور كمالو وحلوه يخش على طول احمد السيد ويطلع كوره ضربه ركنيه.
لازم يركز النادي الاهلي دلوقتي عشان ينهي المباراه. شوف حضراتكم الطرف ده مفتوح خالص، وريتشارد هو اللي عمل اكتر من كره خطره، لازم يتقفل مظبوط بقى دلوقتي. ودي احد عيوب الكره المصريه، لما تكون متقدم بتدي خطوطه مفتوحه، والنادي الاهلي استغلها كويس قوي. ابراهيم سعيد لخالد بيبو، وهنا بقى اللعبه بتاعته، هل هيعمل هات وخد ولا هيجري؟ اهو هيجري وجرى وسريع في الحته ديت، وتطلع كوره ضربه ركنيه ويطلعها منه باتريك. طبعا شفتوا حضراتكم دي الميزه بتاعت الراجل ده، اللي الحته دي اللي كان بيعجن الكره فيها ويجري فيها ويلعبها في الاسماعيلي ويرجعها بره للهداف بتاعهم. اماميه سابو موكي ماشي، سابو وعاوز يشوط ويشوط، تخبط في وائل وتروح لسيد وليد، واخيرا يصفر الحكم الدولي الليبي عبد الحليم الشلماني بانتهاء الشوط الثاني والمباراه بفوز النادي الاهلي ب4 أهداف مقابل هدف واحد لكايزر تشيفز، عشان يفوز النادي الاهلي بالبطوله، بطوله كاس السوبر اللي كان بيسعى ليها بقوه عشان يضيفها الى البطولات التي احرزها في الاعوام السابقه. والصواريخ طبعا شفناها في نادي القرن وشفناها امام سان داونز، والنهارده بنسمعها ونشوفها امام كايزر تشيفز اهي. يعني الصواريخ دي محطوطه مش جديده، وارتفعت او احمر الملعب تماما. وطبعا كل التحيه لجماهير النادي الاهلي، وكل التحيه لجماهير مصر كلها، لان احنا النهارده بنتكلم باسم الكره المصريه، وبفوز النادي الاهلي بكاس السوبر لاول مره، ويبقى كده نضيفها الى بطوله النادي الاهلي مع ايه؟ واعتقد لحظات تاريخيه، بنقول مبروك للنادي الاهلي والسلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه.